حريق في منزل في حدائق القبة بسبب غية حمام. تعال اقول لك ايه اللي حصل. واحد مربي غية حمام، اشتعلت النار في غية الحمام دي، وصلت للبيت كله. طبعا ستر ربنا ان الحماية المدنية قدرت تسيطر على الموقف. وعايز قبل ما اكمل كلامي، عشان في نصايح مهمة عايز اقولها في الفيديو ده، خليني اوريكم الفيديو الاول وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع بعض مرة تانية. زي ما انتوا شفتوا كده، دي غية حمام دخلت واشتعلت النار فيها، وصلت طبعا للبيت. الحمد لله ربنا ستر، محدش حصل له اي حاجة. وزي ما قلت لك كده، الحماية المدنية قدرت ان هي تسيطر على النيران دي، والحمد لله الموضوع عدى على خير. ولكن النصيحة هنا، انت حضرتك مربي غية حمام لازم تخلي بالك منها، لان نفترض ان الحماية المدنية ما كانتش قدرت تسيطر على النيران. طب الناس اللي في البيت دول ذنبهم ايه؟ ممكن النار كانت توصل للبيت كله ولا قدر الله تحصل كوارث. فالناس دي ذنبها ايه؟ فانت عايز تربي حاجة انت حر، مع ان المفروض انت مربيها على الروف او السطح، والسطح ده مش بتاعك لوحدك. ولكن انت عملت حاجة، خلاص يا سيدي انت حر، لكن خلي بالك من الناس. وانا كلامي هنا مش للناس اللي بتربي غية حمام بس، الناس بقى اللي بتربي كلاب، اللي بتربي غية حمام، اللي بتربي اي حاجة فوق ممكن تأذي بيها البشر. ربي زي ما انت عايز، بس خلي بالك من الجيران ومن الناس. والحمد لله ان ربنا سترها وجت سليمة.